السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام. أنا أعتذر منكم لأنه ما سويت لكم أي بث خلال ال5 أيام اللي مضت، والسبب أنه أصابتني نزلة برد مخبوطة ويا شوية حرارة بتقلب الجو. هذا يصاب الإنسان لأن الجسم يحاول يتكيف للتغير، وأنت عندك مثلا ضغط بالحياة فيصير عليك ضغط، هذا الضغط يولد انه الجسم يريد راحة فيدخل في حالة الانفلونزا، لان المناعة مالته تصير قليلة بسبب الجهد العالي وقلة النوم والعمل المستمر. هي دورتها النشلة 4 أيام، ما تحتاج كل شيء تاخذ لها، مجرد السكون والنوم الكافي والمشروبات الساخنة وأن تدفي جسمك، والجسم هو معجزة يقدر يتغلب على كل شيء يواجهه بس أنت ساعده. يعني بعد 4 أيام كل شيء اختفى. صحيح أنا ما قدرت أسوي لكم بهاي الفترة أي فيديو، لكن اليوم أنا أحس نفسي أقدر أؤدي لكم خدمة جديدة، رغم أنه صوتي مو 100% بس خليني نتعود عليه. المهم أني أقدر أوصل لكم فكرة معينة، لأن أكو ناس يحتاجون مني أن أوجههم. امرأة محترمة متوسطة العمر، الوزن مالها جيد، كل المواصفات مالها تدل على أنه هي معتنية بصحتها. مأساة الكبرى اللي صارت عند هاي المرأة هي أنه تحس حالتها النفسية صارت نزلت للصفر بسبب معرفة أنه عندها تيبس بالغضاريف مال العمود الفقري، فهسه تحس نفسها أنه هي مريضة وتطلب علاج. فأنا حبيت هنا أن أجاوبها عن هذا الفيديو، وأتمنى أن توصل لكم الفكرة عن شنو هو الغضروف وش وقت يجف، وهل هذا مرض أو غير مرض. هنا تابعوني على هذا الفيديو لمعرفة المزيد. أخواني الأعزاء، شرح مفصل عن الغضروف بالعمود الفقري. الغضروف هو يدخل ضمن السوفت تيشيو، الخلايا الرخوة، مو مثل الفقرات خلايا قوية، وهذا هو يعمل نظام السبرينج، امتصاص الصدمات بالجسم. يعيش من الضغط والسحب، ضغط مستمر عليه مو زين، سحب مستمر مو زين، يعيش من هاي الطريقة، ضغط وسحب. يتغذى على ال H2O، المي والناتريوم. احنا الصبح اطول من الليل بسنتيمترين. انت من تقعد من النوم الغضروف مستعيد شفاءه ومستعيد حجمه الطبيعي، بس من تقوم وتتحرك يصير ضغط عليه، يبدي يفقد جزء من السائل مالته اللي هو ال H2O. بسبب الضغط المستمر ما يقدر يسحب من الجسم ال H2O، المي اللي يحتاجه، فينتظر إلى أن يجي العصر يرتاح شوية، ويجي الليل ينام. فمن يصير الجسم في وضع الاستلقاء يقل الضغط عليه، يبدي يستعيد شفاءه بالليل. وجعلنا لكم آية الليل والنهار، الليل لتستكنوا وتستريحوا. جسم الإنسان يعيد شفاءه بمعجزة الليل في أغلب الأحيان. فأنت هنا لازم تعرف شنو اللي جاي يسبب لك جفاف الغضروف. واحد منها العمل المستمر وقوفا، 2 الجلوس لفترات طويلة، 3 شرب المدررات كالشاي في كثرة، القهوة بكثرة، مسكنات الألم كذلك بأن تجفف الجسم، أو الأدوية المدررة، أدوية السكر وأدوية الضغط. فأنتم انتبهوا أخوان، توجد بعض المواد الغذائية اللي أنت تأكلها تساعدك على التدرر، لكن بنفس الوقت هي تفقدك السوائل اللي الجسم محتاجها. جسم الإنسان نسبة ال H2O عالية، من يفقدها راح يفقد وظيفة كل خلية بالجسم، أو تقل وظيفة الخلية بمعنى علمي أصح، فتبدي ما تأدي واجباتها بصورة صحيحة. انت ايش تحتاج؟ تحتاج اولا توازن بين فقدان السوائل واكتساب السوائل. المفروض يمك مخلي دائما بطل مي،
قبل ما تشرب شاي أشرب شوية مي، قبل ما أشرب قهوة أشرب شوية مي، الأدوية مال السكر والضغط أحاول أعادلها بالمي، وإلا تصير عندك هاي الأضرار الجانبية اللي هي تيبس الغضروف. الغضروف يمكن أن يعيد شفاءه، يعني قابل للاستشفاء وبسرعة. مجرد ارفع الضغط من عنده راح يبدي يمتص الماء من الجسم. يعني شلون أشبه لكم إياه؟ مثل الإسفنجة بيها مي، من تضغط عليها يطلع المي، من تنطيها راحة تشفط المي. فانتبهوا أخوان، هذا مو مرض، هذه وظيفة دفاعية للتكيف للامتصاصات اللي تتعرض لها مفاصل الجسم. يعني هسه انت ماكو داعي تخاف منها. ليش؟ لأنه مو مرض، لكن انت بطريقة حياتك لازم تساعد جسمك أن يعيد شفائه، وخصوصا الغضاريف، لأنه تمثل عندك مبدأ امتصاص الصدمات حتى تقدر تمشي بدون إعاقة. هسه إذا أصابك الجفاف بالغضاريف وانت ما عرفت تتعامل وياها، هاي تبدي تتفطر، من تبدي تتفطر تبدي تفقد وظيفتها بامتصاص الصدمات وتبدي تتحول إلى انزلاقات، راح تخربط عليك الميكانيكية مال العمود الفقري. يعني حركة العمود الفقري تصير حركة غير طبيعية، مما تؤدي إلى قفل المفصل بنفس المكان المتيبس بالغضروف. هذا القفل يسبب لك شد عضلي بالعضلات المحيطة بهذا المفصل. النوب انت تيجي تصيح منا اني ألم عندي، منا شد، منا كذا، راح تنضرب وظيفة العضلات، يتأثر العمود الفقري وكل مكوناته اللي من ضمنها المفاصل والرباطات والعضلات والغضاريف، وبالتالي تنضر وظيفة الأعصاب، لأن راح العصب ما تتوفر له الحماية من قبل العمود الفقري، فيصير العمود الفقري على الأعصاب نقمة فيأذيها. أنت كل هذا الشيء تقدر تتخلص منه أول شيء بمعرفة شنو المشكلة اللي أنت جاي تعاني منها. يعني أنت مال عندك بس جفاف وما تعرف ليش صار عندك جفاف، هاي مو كافية. الكافي أنا أريد أعرف الاستراكشر، البناء مال العمود الفقري، قبل ما أني أبدي أخاف من جفاف الغضروف. لأن جفاف الغضروف هو إشارة، وأنت هسه عرفتها بعد. ما أكو داعي تدخل بالحالة النفسية وأني نفسيتي صارت صفر لأن عرفت جفاف. أحسن لك من ما تفعل الحالة النفسية اللي تخليك تفقد التركيز في دماغك والتفكير الصحيح. قلل الحالة النفسية وتبدي تفكر أنا ليش صار عندي هذا الشيء. تسأل نفسك حتى تطلع من الحالة النفسية. هسه أنا ليش صار عندي هذا الشيء، أروح أبحث شلون أقدر أتخلص منه. ممكن تكون شغلة بسيطة، ممكن تكون شغلة معقدة، أو ممكن يكون مرض أثر في جزء معين بالعمود الفقري ويسبب لك هذا الشيء. فأنت لازم تلقى لك فد شخص ثقة تقعد تحكي يشوفك شنو المسببات اللي ممكن تؤدي إلى هذا الشيء، وكيف أنت تقدر تتخلص منها حتى ترجع لحياتك الطبيعية. أنت لازم تساعد نفسك على مود تخلص من المشاكل حتى تقدر تؤدي واجباتك اليومية. فأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد ساهم في وعيك للتخلص من جفاف الغضروف وبأبسط الطرق، ومعرفة هل هو مرض أم لا. فتقبلوا تحياتي وفائق احترامي وتقديري، أخوكم عدنان السمرمد، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك انترناشونال PhD Health Sciences Atlantic International University.